بيبدأ الفيلم بعد كارثة عالمية كبيرة لما جماعات دينية كتير اتخلت عن حاجة بيسموها خطيئة الكلام علشان يتطهروا. في بنت صغيرة اسمها إسرائيل بتقطف فاكهة وهي خايفة ودايما بتدور حواليها. حبيبها هو ولد اسمه كنان، والاتنين باين انهم بيهربوا من حاجة. لما شافته بيحاول يتدفى بقت قلقانة جدا وطفت النار بسرعة بقطعة قماش، خايفة حد يشوف الدخان. بما ان التوبيخ ما ينفعش بالكلام فهي مضطرة تعبر عن غضبها بانها بتزقه. كنان مشي معاها وهو ندمان، والاتنين اتصالحوا بسرعة حتى انه اخد هدية منها صوار بدائي من اغصان الشجر. بعدين الاتنين سمعوا صفير ايقاع بيكبر صوته، وهم بيحاولوا يعرفوا مصدر الصوت جريوا في الاتجاه المعاكس وحاولوا يستخبوا. الصفير استمر يقرب وما كانش امان ابدا انهم يستنوا هناك، فكنان قرر انه يشوف طريق تاني، وهي ما كانتش عايزة تبعد عنه بس في الاخر وافقت. لوحدها في الغابة دخلت في حالة هلع من اقتراب العدو وجريت. لما تعبت اتفاجئت براجل لابس هدوم غامقة حاولت تهرب منه، واتصدمت بأتباعه واتمسكت بسرعة. لما الاتنين شالوها علشان يحطوها في العربية كانت منهارة. لما شافت كمان كنان اتمسك حاول يتصرف، بس واحدة من الجماعة طلعت سكينة علشان تخليهم يسمعوا الكلام. الاتنين حطوا أزرايل في شنطة العربية وقفلوا الغطا بالسلاسل. لسه بيتواصلوا بالصفير مع بعض، والجماعة اتقسمت بين عربيتين خلال الرحلة. أزرايل حاولت تتحرر بكل الطرق بس منفعش. لما وصلوا لنقطة معينة في الغابة كان في اتنين تانيين مستنيين ظهرهم للكرسي. المكان باين انه نوع من المذابح. الكل كان بيتصرف بوقار الا الضحية. جرجروا أزرايل للكرسي واجبروها على الجلوس، والرجالة ربطوا دراعها. واحدة من اللي ظهرها للكرسي هي جوزفين، قربت من أزرايل بسكينة وقطعت دراعها. بعدين الجماعة اتنقلت لنقطة مرتفعة في الأرض وبدأت طقوس غريبة. بيعملوا كل حاجة مع بعض حتى التنفس، وبيعملوا حركات ماشية مع الإيقاع. الريح باين إنها بتستجيب لأدائهم. والنهار بدأ يبقى مظلم شوية. فوق راس أزرايل على طول في حبل غسيل مليان علب وأزايز فاضية زي موبايل ضخم. لاحظت حاجة بتتحرك على بعد أمتار بس معرفتش إيه هي، وده انعكس في تنفس الجماعة اللي بقى متوتر أكتر مع تقدم الشكل ناحية المذبح. أزرايل فهمت على طول إنهم بيقدموها كأضحية واستمرت في المقاومة بقوة. لما الكائن ظهر في النور بنشوف شكل شبه الإنسان، جسمه باين إنه محروق تماما. أخيرا البنت قدرت تحرر دراعها، وواحد من الحراس جري علشان يمسكها في الوقت المناسب. ما لاحظش إن لوح من الكرسي اتكسر واتعلق في كمها. لما انحنى علشان يربط الضحية قررت أزرايل تستغل الموقف. هجمت الراجل قبل ما يربطها تاني ووقع بشكل فظيع وبقى هو الضحية. الراجل اتهجم عليه الكائن وبدأ ياكله. من غير ما تقف تتفرج على العرض المرعب أزرايل حررت نفسها وهربت. باقي الجماعة أخدوا وقت طويل علشان يفهموا إيه اللي بيحصل. في الوقت ده الكائن خلاص كان مشي بصاحبهم. أزرايل ما وقفتش جري إلا لما بعدت وحست إن أعدائها مش هيلحقوها قريب، وهي تعبانة جدا وبتلهث عرجت ناحية ساقية علشان تعالج جراحها. الراحة من إنها أنقذت نفسها ما كانتش كفاية مقارنة بفقدان كنان. كمان الخطر لسه موجود وهي دلوقتي لوحدها تماما. عبرت الساقية وجمعت ورق نباتات علشان تعمل ضمادة لدراعها من غير ما تلاحظ إنها متراقبة. كائن تاني شبه الإنسان بيقرب منها. الكائن بيمشي بحركات غير طبيعية بتخلي جسمه يتلوى. أزرايل ما لاحظتش وجوده إلا لما سمعت صوته الغريب، صوته زي صوت الحصان. على الأقل الكائن ده مش سريع وما بيشوفش. أزرايل اتحركت بمنتهى الهدوء، حاولت تلاقي مكان تستخبى فيه. الكائن استمر يجرجر نفسه وراها بيشم علشان يلاقي الفريسة. بعدين وقفت مكانها وضغطت على الجرح في دراعها علشان تمنع الريحة إنها تنتشر. والكائن لما فقد ريحة فريسته مشي بعيد. أزرايل بقت حرة تاني. استمرت في رحلتها لحد ما لاحظت آثار عجلات على الأرض. مشيت ورا الأثر ولقت نفسها في نوع من المخيمات. المكان عبارة عن مجموعة كبيرة من خيام متلخبطة وما كانش في حد ظاهر غير الحراسة. على أطراف صوابعها قربت من السور المؤقت وبدأت تشيل الزبالة. لما قدرت تفتح ممر ضيق استلقت على الأرض وزحفت للمخيم. بتتسلل بين الخيم اتصدمت بحاجة بالصدفة. الصوت لفت انتباه الحراسة بس لحسن الحظ ما اهتموش. أزرايل استمرت تزحف واستخبت ورا عربية. بعدين لاحظت الصوار من أغصان الشجر اللي وقع جنب السلاسل، وده أكد إن كنان كان هنا زي ما كانت خايفة. في اللحظة دي ظهرت جوزفين مع واحد من أتباعها. أزرايل استخبت تاني واستنت لما جوزفين تتلهي علشان تقرب. وهي بتتجسس على العدو شافتها وهي بتعتني بأمها اللي باين إنها مريضة جدا. بعد كده جوزفين راحت لبيت خشب هو البناء الوحيد في المخيم. لما فتحت الباب بنشوف إنه نوع من الكنايس. البنشات مليانة والمصلين بيتحركوا بطريقة غريبة. زينة الكنيسة عبارة عن رسومات بدائية على الخشب. في واحدة باين عليها إنها بتدعي قدام حفرة في الحيطة اسمها مريم. ولما لفت على جنب بنشوف إنها حامل.
جوزفين مراقباها بقلق، كمان بتتفرج على رسومات الأطفال. بعض المصلين بيصوتوا والجو العام متوتر. الريح بتهب جوه من خلال الحفرة في الحيطة وبتنتج صوت مخيف. مريم بس بتطفي الشموع لما الصوت يبطل، وبعدين بتفهم ان جوزفين موجودة. مسكت بطنها بنظرة قلق مستنية معلومات. هزت جوزفين راسها بالنفي، يعني بتوصل لها ان الأضحية فشلت. الناس بدأت تخرج من الكنيسة ومريم بتحاول تستوعب الخبر متأثرة جدا. لما الكنيسة فضيت جوزفين قربت منها بنظرة حزن. مريم سلمت عليها بكف قوي على وشها ونظرة خيبة أمل كبيرة. بعدين الاتنين سمعوا حاجة بره ومريم راحت للشباك، بس ما كانش في حاجة. الرسم في وسط المذبح بيبين شخصية ست شقرة بتتحرق في لهيب جهنم. جوزفين تراجعت، لسه بتندم على انها خلت الضحية تهرب. ما تعرفش ان أزرايل تحت رجليها بالظبط في اللحظة دي، مستخبية في المساحة تحت الكنيسة بتتفرج على التانية وهي ماشية، واتضايقت لما شافتها. جوزفين مشيت حوالين الكنيسة ببطء زي ما تكون بتفتش على حدود المكان، يمكن بتدور على متسللين. البنت انكمشت ورا العوارض، فقدت رؤية العدو واندهشت لما سمعت صوت الخشب بيتقصف جنبها. فجأة ظهر وش جوزفين من بين القماش. زحفت بسرعة ومسكت رجلين البنت قبل ما تقدر تهرب. وهي ماسكة رقبتها جوزفين حاولت تخنقها، بس أزرايل ضربتها في راسها وضربتها تاني بضربة جامدة وقدرت تهرب. بس دلوقتي المخيم مليان ناس. أزرايل ما كانش عندها وقت تهرب ورا الخيام، وجوزفين بدأت تدق الجرس علشان تنبه الجماعة. ناس تانية بدأت تقلدها، بتضرب على الأزايز علشان ينشروا التحذير إن في متسلل بينهم. واحد من الرجالة شاف أزرايل وهي بتجري ناحية السياج ونبه الباقيين. اتجرحت في أسلاك شيكة، بس قدرت توصل للجهة التانية في الوقت المناسب، والراجل حاول يعمل زيها وتعلق. بعدين جوزفين جت للسياج وأمرت إنهم يضربوها، بس لحسن الحظ ما أصابوش الهدف. تاني أزرايل لقت نفسها بتجري في الغابة وحياتها في خطر. ما وقفتش إلا لما تعبت تماما، بتنهج جامد، فاتكأت على صخرة من غير ما تلاحظ إن إيديها اتجرحت والجراح مكشوفة. بعد ثواني واحد من الكائنات كان بيحسس على الصخرة، وهي مرعوبة من المنظر. البنت حاولت تتحرك بهدوء، بس المرة دي في كائن تاني أسرع بكتير. الكائن قرب منها مع كل خطوة، وأزرايل قدرت تنقذ نفسها لأن الكائن وقع في حفرة قبل ما يمسكها، بس ما قدرتش تمشي خطوتين قبل ما تخاف تاني. بضوء قوي في وشها فهمت إنها وصلت للطريق وإن في عربية كانت هتدوسها. لما السواق نزل من العربية ما عرفتوش، كمان مش باين إنه مستعد يرميها في شنطة العربية، بالعكس ده كان قلقان على سلامتها. أغرب من كده الراجل بيتكلم، وده يخليه حليف قوي حتى لو ما فهمتش ولا كلمة واحدة منه. ما ينفعش يكون من الجماعة لو بيتكلم. من غير ما تضيع وقت نطت في العربية، بتشاور له بسرعة علشان يسرع. السواق حاول يفهم ايه اللي بيحصل وبيسألها أسئلة كتير، بس التواصل مستحيل. من غير ما يعارض البنت وافق انه يوصلها. في العربية لاحظ ان ايديها اتجرحت وعرض عليها ضمادة. حاول يتواصل معاها بالإشارة وشجعها انها تتكلم هي كمان، بس هي هزت راسها بثبات. بعدين لاحظ علامة الصليب تحت رقبتها وشك ان الموقف اغرب مما كان متخيل. عيونها اتملت بالدهشة لما شغل الراديو. باين انها ما سمعتش موسيقى ابدا في حياتها. التجربة ما كانتش وحشة خالص، وبدأت ترقص على نفس الإيقاع، بتستمتع بلحظة نادرة من المرح. السواق ابتسم وهو مبسوط انه لقى طريقة انه يتواصل معاها. في اللحظة دي حاجة عدت قدام الإزاز اللي قدام وضربت راسه. واحد من أعوان جوزفين في وسط الطريق بيضرب على العربية. السواق ضغط على البنزين والعربية انطلقت من غير سيطرة. داست على الراجل قبل ما تتصدم. أزرايل نجت من الحادثة، بس ما قدرتش تمشي إلا بصعوبة. كانت على وشك الإغماء لما شافت إن الراجل اللي ضرب على العربية برضه نجا. ده كان آخر حاجة، وكل طاقتها رجعت في انفجار غضب. هجمت عليه وحاولوا تخنقه بالسلاح، والاتنين اتدحرجوا على الأرض لحد ما واجهوا بعض تاني. هو ضغط على الزناد، بس السلاح باين إنه اتعطل، فقرر يستخدمه كعصاية. أزرايل اتحملت الضربات بشجاعة لحد ما وصلت لصخرة وضربت راس الراجل مرتين. ده ما قتلوش، لكنها كسبت وقت علشان تصلح السلاح. وهو بيحاول يخنقها حاولت تظبط فوهة السلاح وبعدين ضربت. أخيرا غلبته. بعدت عن مكان الحادثة وخدت السلاح معاها كمان. على بعد أمتار شافت راجل قاعد تحت شجرة مع نار تحت رجليه. فضلت في حالة تأهب لحد ما قربت وعرفت إن ده كنان. هو كان في حالة سيئة جدا وباين إنه محتاج مساعدة. ألم إنقاذه خلى أزرايل تنسى كل احتياطاتها ودخلت في فخ واترفعت بحبل. اتعلقت مقلوبة بتتمرجح في الهواء. حبيبها بدأ يحرك راسه بيشاور إن حد جاي. الحراسة من المخيم وصلت. أول حاجة عملها إنه مسك السلاح من الأرض وضرب كنان اللي فقد الوعي. بس بعد كده بدأت الريح تهب في الأشجار والحراسة باين إنها خافت. وهو بيدور حواليه أزرايل حاولت تدي زقة وتمسك الحبل، بس ما نفعش. كفها اتجرح تقريبا.
والضمادة كانت بتنقط على الأرض، وده خطر جدا في الغابة، مش بس عليها طبعا. فجأة الحراسة اتهاجم عليها من الكائنات اللي ظهرت بسرعة وشراسة، وفهمت متأخر إن ما ينفعش تقرب من الناس اللي اتقدموا كأضحية. وشها اتجرح على جذع الشجرة، وبعدين الكائنات بدأت تنهش فيه، وأخيرا قدرت أزرايل تظبط وضعها على الحبل واتفرجت على الوليمة من فوق الشجرة. الوحشية كانت شديدة لدرجة إنها ما قدرتش تفكر في عدالة إلهية في الوقت ده. كمان كنان لسه على الأرض تماما من غير دفاع ومتسمر في الشجرة. لما الحراسة خلصت الاتنين الوحوش اتجهوا له، الاتنين ما قدروش يتبادلوا غير نظرة حب قبل ما يعضوه. واحد من الكائنات حرر كنان، والتاني طلع على الشجرة علشان يمسك أزرايل. الكائن لحقها لحد ما الاتنين توازنوا على فرع. بقه الضخم كان بيسيل على وشها لما أخيرا قدرت تربط الكائن بالحبل وتنزله من الفرع. الاتنين وقعوا، بس هي بس اللي نزلت على الأرض، والكائن أخد مكانها على المشنقة. وهي متمددة جنب النار، أزرايل كان عندها صعوبة في التنفس، بس عرفت إن مفيش وقت علشان تستعيد قوتها. بمجهود كبير قامت ومسكت السلاح تاني، بدل ما تهرب أو ترجع للطريق علشان تدور على حد تاني بيتكلم. رجعت للمخيم من ورا شجرة، بدأت تصفر وتقلد إشارات التواصل بتاعة الجماعة. الحراسة واللي ضرب على العربية ما رجعوش، واللي في المخيم لسه ما يعرفوش اللي حصل. علشان كده في فرصة إنها تخدعهم بصوت المتسلل. الخطة نجحت، وبدأت حركة قريبة من السياج. راجل اسمه ليون جاء قدام المجموعة مع فانوس، وجوزفين وراه على طول. صفر تاني وسمع الصوت اللي كان متوقعه، واستمر في التواصل مع المتسلل. طبعا هو فاكر انه بيتعامل مع واحد من اعوانه. المجموعة اتقدمت في الغابة وسابت السياج من غير حماية. أزرايل بعدين اتسللت من نفس الفتحة زي قبل كده. المخيم باين انه مهجور، بس الناس دول هاديين جدا، والخيام ممكن تكون مليانة ناس. علشان كده عبرت المسافة للكنيسة بحذر شديد، وطلعت الدرجات من غير صوت. فتحت الباب وشافت ان الكنيسة شبه فاضية، الوحيدة اللي جوه هي مريم. أزرايل مشيت ناحية المذبح مصممة تضغط على الزناد، بس اترددت لما شافت بطن مريم الحامل. مريم كانت بتتفرج على طفلها المستقبلي بنظرة ملائكية، وبتزود شكوك المتسللة. بعدين ضربت السلاح من ايد أزرايل بحركة سريعة، وضربتها بمقلاية على جبينها وخلتها تفقد الوعي. بعد دقايق صحيت ولقت نفسها بتتحمل على ايد ليون وجوزفين ناحية قبر. شوية أشخاص كانوا مستنيين حوالين القبر متحمسين علشان الأضحية. ليون أخد باله إنه يوسخ وشها أكتر علشان الكائنات ما تتخدعش. في تابوت خشب في قاع القبر، وأزرايل اترمت جواه. لما سمعت التراب بينهال فوق الغطا، بدأ الذعر يسيطر عليها. ضربت على الألواح بكل قوتها بس ما نفعش. التراب استمر ينزل، وما بقاش فيه نور داخل من خلال الشقوق في الخشب. بعدين سمعت صوت رفعة، وفهمت إن نهاية التابوت اتشالت، وظهر نفق مظلم. الكائنات بتتقدم ناحيتها علشان تتأكد إن مفيش مهرب. بما إن الخيارات قليلة، فضلت تستكشف النفق بدل ما تستنى مصيرها في التابوت. زحفت شوية أمتار من غير مشاكل، بس بعد شوية ظهر ظل إنسان ضد النور واضطرت ترجع. جريت ناحية التابوت ونورت الكائن المرعب اللي عند رجليها. لما تقدم عليها وعوى في وشها، أزرايل عملت زي ما عمل بالظبط وعوت، بس سلوك الكائن كان أغرب. بدل ما يعض البنت، ضغط بصباعه على كفها وشاركها سلسلة من الرؤى. المشاهد غمرت عقلها، وباين إنها بتبين نسخة بديلة من الأحداث الأخيرة. شافت مريم بتتهجم عليها بدون رحمة، والكنيسة بتتدمر بالنار. بعدين الكائن مشي، وعلى السطح ليون مع حبيبته وجوزفين بتزور أمها. وبعد شوية الكل رجعوا لخيامهم وهم مرتاحين أكتر دلوقتي بعد ما تم تنفيذ التضحية. ما تبقاش حد قريب من القبر لما زقت أزرايل بإيديها على الحافة ورفعت جسمها للخارج. وداخل الكنيسة كانت مريم وحدها في السرداب بتحط كمادات. سمعت صوت الباب اللي قدامه وهو بيعمل صوت، وصوت خطوات تقيلة جاية ناحيتها. لحسن حظها كانت جوزفين جت بس عشان تتأكد إنها بخير. لكن بعد شوية ظهر وميض مشبوه، وسمعوا الاتنين الفوضى في الخارج. خرجت جوزفين من الكنيسة ولقت نفسها مش قادرة تصدق اللي بتشوفه. خيمة أمها بتتحرق، ومش هي الوحيدة. جريت علشان تحاول تطفيها على أمل إن ما يكونش فات الأوان. أصحابها جابوا لها جرادل مليانة مية للمساعدة، ورن ليون الجرس لتحذير الجميع. وأثناء مشاهدة انتشار النار، عرفت جوزفين إن الحريق مش بالصدفة. ولما شافت أول شخص بيقع، استنتجت برضه إن في شخص معين هو اللي تسبب في الفوضى قبل ما يبدأ في إطلاق النار. حبيبة ليون هي الوحيدة اللي شافت الشكل السريع للمتسلل، لكن هجومها المضاد فشل وبقت ضحية تانية للجماعة. اضطر ليون إنه يكتفي بالوداع السريع، وفي نفس الوقت انتشرت النار في المخيم. اتصابت جوزفين هي كمان ومش قادرة تقوم، وما تبقاش سوى عدد قليل من أعوانها اللي يدوب قادرين على الدفاع عن المجموعة الصغيرة بتاعتهم. وواضح إن ليون هو آخر واحد فيهم. لاحظ ليون أزرايل لما حاولت تضربه،
لكنهم أخطأوا في استهداف بعض هما الاتنين. لما بدأت أزرايل في الصفير مرة تانية، ترك صدى الصوت ليون في حالة من الارتباك، مش متأكد من مصدر الصوت. زقر بغضب وبدأ في إطلاق النار على أي حاجة بتتحرك لحد ما شاف جسد بيقع. اختفت ابتسامته المنتصرة لما اكتشف إنه أصاب واحد من حلفائه. استغلت أزرايل التشتيت ده علشان تقضي عليه بقطع راسه، وبعدين اتحركت بهدوء خلال أنقاض المخيم. عدت على جوزفين من غير ما تديها أي اهتمام. دلوقتي ما تبقاش سوى شخص واحد علشان تكمل انتقامها. طلعت بثبات على كل درجة من درجات الكنيسة ودخلت. ما كانش هناك حد لحد دلوقتي، لكن لما خطت بخطوات قدام خرجت مريم من مخبأها وهي شايلة ساطور. نزعت سلاح أزرايل بالضربة الأولى وبدأت في مطاردتها من خلال كراسي الكنيسة لحد ما قدرت تمسكها على وشك تقطع راسها. أنقذت أزرايل نفسها وزقت مريم في الوقت المناسب، لكن مش لفترة طويلة. استمرت تتخلص من ضربات الساطور لحد ما قدرت فعلا تحاصر مريم ضد الحيطة وعضت رقبتها. كشفت عن صلتها بالكائنات الغريبة. كانت الصدمة كبيرة لدرجة إن مية مريم انفجرت، وبعدين أطلقت رصاصة على الصليب الضخم المتعلق من السقف. وبنشوف إن جوزفين بقت كويسة، عرجت للكنيسة، وأزرايل انكمشت ورا كرسي علشان تحمي نفسها من ضرب النار. لكن عزيمتها بقت ضعيفة لما شافت مريم في المخاض. كانت علامة العضة واضحة، وده أثار رعب جوزفين. اغتنمت أزرايل الفرصة علشان توقعها، وبدأوا الاتنين في قتال وحشي، واستخدموا حطام الكنيسة علشان يضربوا بعض. كانت مريم بتتأوه من الألم لما تمكنت أزرايل توقع الساطور عليها. كانت لحظاتها الأخيرة مليانة بالسعادة لما قدروا يسمعوا صرخات الطفل. ما عداش وقت كتير وجوزفين سمعت الصرخات بتتحول ببطء لعواء وحشي. رجعت مريم للسرداب في حالة من الذعر اللي مش بتفارق عينيها. هي متدمرة لما واجهت الحقيقة حوالين اللي خرج من بطنها، وودعت العالم بسكينة أزرايل اللي وقعتها. وبعدين رجعت الريح المخيفة مرة تانية، وبنشوف عشرات الكائنات بتتجمع في نفس النقطة في نوع من المسيرة الفظيعة. بدأت أزرايل تقرب من السرداب، وفي نفس الوقت المولود الجديد بيتمرجح بين صرخات الطفل وصرخة شيطانية. وصلت الكائنات للمخيم، وكان بعضهم فعلا بيدخل الكنيسة. وبتنتهي القصة بأزرايل وهي بتخرج من السرداب ومعاها حاجة بين دراعاتها ملفوفة ببطانية. لما ايد صغيرة بتخرج من الغطا بيطلق الكائنات صرخة جماعية من الفرح. في الوقت ده بنشوف مين هو المولود الجديد فعلا. كان الكائن المولود له مظهر بشري لكن براس وحشي وقرون، ومع ذلك أزرايل ما سابتوش، بالعكس حضنته زي ما يكون طفلها. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.